ده يبقى شهيد الجنة السوري حسن السعدي من قرية صغيرة اسمها بيت جن في ريف دمشق على الحدود ما بين دولة لبنان ومنطقة الجولان السورية. يوم الخميس اللي فات وتحديدا يوم 27 نوفمبر 2025 كانت ليلة زواجه، او زي ما احنا ما بنقول كده ليلة دخلته. الراجل اخد عروسته ودخل بيته، بس الساعة 3 الفجر شاف دورية بتتوغل داخل القرية. الدورية عبارة عن مدرعة عليها ضباط وجنود ومرسوم عليها نجمة داوود السداسية. هوب عرف ان هم تبع الجيش الخنطرفيلي داخلين ارض مش ارضهم اصلا، كعادتهم في الاستفزاز واستعراض القوة. المهم مشهد التوغل ده استفز حسن جدا، فقرر يدافع عن ارضه وعرضه، وراح هو ورجالة القرية ضربوا نار على الدورية. وبعد ساعتين من الاشتباكات اولاد ليشع هربوا وتركوا المدرعة، وتركوا خلفهم 6 ضباط مصابين. ولسه بقى حسن والرجالة معاه هيحاصروهم ويقبضوا عليهم، تقوم تظهر المسيرات والمدفعية من كل مكان، وبدأوا يستهدفوا اي شخص يقابلهم. فقتلوا 20 شهيد ومنهم حسن، واصابوا 25 شخص تانيين. واللي ما تعرفوش ان اولاد ليشع كانوا مسمين العملية دي بشان، وبيخططوا لها بقالهم اكثر من اسبوعين. وعايزك تعرف ان حسن مش منتمي لاي حاجة، لا تنظيم ولا جماعة ولا اي حزب، شاب عادي من سكان القرية، حر لا أكثر ولا أقل. قرر يدافع عن بيته وأهله وزوجته، دافع عنهم من مغول العصر الحديث، فعاش راجل ومات راجل.